بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. برزان هلا سر مبادئ تدبر القرآن الكريم بنما كان ترامان القرآن بيروز. جيشنا المبحث الثاني باسي الدوم، نسبة علم التدبر إلى العلوم وموضوعه. پەیوەندی زانستی تێڕامان بە زانستەکانی تر و بابەتەکانی زانستی تەدەبڕ. ئەمما نسبة علم التدبر إلى العلوم الأخرى سەبارەت بە پەیوەندی زانستی تەدەبڕ بۆ زانستەکانی تر، يعني زانستەکانی علومی شەرعی، فهو علم من العلوم الشرعية، زانستێکە لە زانستەکانی شەرعی المختصة بالقرآن الكريم، کەوا تایبەتمەندە بە قورآانی پیرۆز و تایبەتمەندە والتبصر يعني تێڕوانین، والتأمل يعني تێوردبوونەوە، لێوردبوونەوە. کەواتە ئەو زانستە پەیوەنددارە بە قورآانی پیرۆز، پەیوەنددارە بە تێڕوانین، پەیوەنددارە بە لێوردبوونەوە، هەمووی هەر لە قورآانی پیرۆز. سەبارەت وموضوع التدبر، بابەتی تدبری سێپەڕێزان هو القرآن الكريم، قورآانی پیرۆزە، كما هو معلوم هەروەکو کەوا زاندراوە. وهذا ظاهر في نصوص الآيات، أو ظاهر أو نص آياتاني التي توجه التدبر للقرآن الكريم، كتوجيه تدبر دكا بالقرآن بيروز، كما في قوله تعالى هروكو لسورة نساء آيات 82 خواهي قورة دفرموه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أو أنا بوت رامان ناكن لقرآن دا ئەگەر هاتو قورآن لەلایەن غێری پەروەردیگار باە، غێری خودا باە، ئەوە ئیختلافێکی یعنی جیاوازیەکی و تێکگیرانێکی زۆریان لە ناو قورئاندا دەبینی. هەروەها خوای گەورە لە سوورەی صاد لە ئاەتی 29 دەفەرمێ: کتاب أنزلناه إليك مبارك، ئەی محەممەد صلى الله عليه وسلم، کتێبێکی پیرۆزمان هێناوەتە خوارەوە بۆ لای تۆ، پیرۆزە، لیەدەبەڕوا ئایاتیه، بۆ ئەوەی تێڕامان بکەیت یان تێڕامان بکەن لە ئاەتەکانی، وەلیەتەذەکەڕە ئولو الئەلباب، تاوەکو ئەوانەی کەوا خاوەنی عەقڵن، خاوەنی دڵن، کەوا تێیدا بیرخەنەوەی خۆیان بۆ بکەن. هەروەها خوای گەورە لە سوورەی محەممەد لە ئاەتی 24 دەفەرموێ: ئەفەلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ئەو وەکو تەهدیدێکە بەڕێزان ئەم ئاەتە بۆ ئەو کەسانەی کەوا تەدەبڕ لە قورئانی پیرۆز ناکەن. خوای گەورە پێیان دەفەرمێ ئەوانە بۆ تێڕامان ناکەن لە قورئان، ئایا دڵەکانیان قوفلی لێدراوە؟ کەواتە دەتوانین بڵێن ئەگەر مەفهومی مخالفەی ئاەتەکە وەربگرین، هەر کەسێک تێڕامان لە قورئان نەکا واتە دڵی چیە؟ قوفلی لێدراوە. تاوەکو دەفەرمێ لە سوورەی مؤمنون لە ئاەتی 68: ئەفەلەم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. ئەوانە تێڕامان لە قەول ناکەن. قەول مفەسیرون دەفەرمێن القورئان، یان ئەوە تێە کتابێکی تریان ئاباءهم بۆلای باوکانی پێشویان چووە. بۆیە مفەسیرون دەڵێن لێرە مەبەستی پێقەول قورئانی پیرۆزە. و هەروەها خوای گەورە لە سوورەی التەوبە لە ئاەتی 6 بە هەمان شت لەبەرەوەی معنای ظاهرەکەی، والمعنى في ذلك ظاهر أيضا، كواتا فالقرآن الكريم كلام الله تعالى، قرآن كلامي خواي گەورەیە. لەبەرەوەی لە سوورەی التەوبە لە ئاەتی 6 خواي گەورە دەفەرمێ کاتێک باش لە مشریکەکان دەکاتن، دەفەرمێ: ئەی محەممەد، وإن أحد من المشركين استجارك. ئەوە هە لە سەرەتا ئاەتەکەیە، ئەگەر یەکێک لە مشریکەکان، یەکێک لەو کەسانەی کەوا شەرچیان یان بۆ خوای گەورە پەیدا کردووە کەوا عەرەب بوون، ئەوان بەر لە ئیسلام بەر لەوەی باوەڕ بێنن، ئیستەجارەکە یعنی داوای پەناییان لە تۆ کرد، فەئەجیرهو، پەنایان بدا. بۆ چ پەنایان بدە؟ ئەی محەممەد صلى الله عليه وسلم دەفەرمێ: حتى يسمع كلام الله، تاوەکو جێی لە کەلامی خدا بێ کە قورئانە. وليس كلام الله تعالى ككلام أحد، كلامي خوای پەروەردگاریش وەکو کەلامی هیچ کەسێک نییە بەڕێزان.
وهو محفوظ بارزراوة خواهي قورة سورة حجر لآيات نودة فرمي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إما قرآن من دا بزاند وذكر ما بس في قرآن وهر إيماش دي بارزين كواتا خداي پروردگار خوي قرآن كلامك خوي دا بارزيتن. فحتى السنة المتواترة حتى وكو السنة متواتر لم تحفظ كل ألفاظها، هم لفظة كان يحفظ نكراوة بل روي كثير منها بالمعنى. زور حديث متواتر برزان بمعنى نقل كراوة، يعني أو لفظة كبيغمبر صلى الله عليه وسلم بكاريه ناوة الصحابي برز وأواني دواتر هستاون بمعنى نقل يان كردوا بوي. فالتأمل فيها لورد ولا قرآن ليس يعني لا سنة ليس كتدبر القرآن وكونك تتدبر ترامان بكي القرآن فضلا عما دونها. أو أجر مثلا السنة متواتر أو هذه أدي غير السنة متواتر دبيت سنة كواتا ليرة ولسر مسلمانا واجبة كواتب كان تدبر كان أجرنا داخلي أو آيات دبن كوا ضلكان يانسي ليدراوا قفلي ليدراوا. وهروها والقرآن قطعي الثبوت برزان قرآن لروي جيشن بو إما نقلكي بقطعي هاتوا يعني هي شكو قماني تدانيا ولم يختص كلام آخر بمثل هذا كلام آخر بمثل هذا وهي كلام يتشيتر بقطعي الثبوت نهاتوا. حتى السنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى سنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم قول كان وهي أرفع كلام البشر حفظا أجرت سير كين كسنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم زانان زور جرينجان بيداوا بلان بقطعي بيمن نجيشتوا فيها الصحيح والضعيف فرمودي صحيح مان هي درست وفرمودي ضعيف مان هي لاواز. فما بالك بما دونها أدي غير السنة أجر بين خوارتر للسنة أو الشكو قمانتي داني كوا للسنة هبي لواني تر هرهيا. ولهذا ولغيره لبو أمه كارنك قرآن قطعية وخواي پروردگار خوي دي باريزين تفرمي خص القرآن الكريم بالتدبر قرآن تايبت من كراوة بتي باترامان بوي أويك مطلوب لسر إما داوا كراوة بريزانتيا فالمطلوب هو التدبر معانيه يعني أوي إما معناه كان تراماني بكين تدبر بكين والتأمل في دلالاته ليوردبونه بكين لا لمعناه لفظة كان والنظر في أحكامه سير حكم كان يمكن فروردگار تحكم تصيغيك وأسلوبك بكار هناوا. وليس هذا لغيره من الكلام مهما بلغت منزلته أو تدبر لبو غير كلام يخابه هيش سرنية سامبل شي برز بيتن. وهذا أحد أسباب شرف علم التدبر وأوجهك له كاركان برزي شرافتي زانستي تدبر إذ موضوعه أشرف الكلام لبر أو بابتكي أشرف كلام برزان برسرين كلام كتي كلام إخوة وهو كلام الله تعالى ولا يمنع ذلك من تدبر سنة النبي أو نابت الرجلش كوا أما التدبر لسنة بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم نكين. ولكن جرت عادة العلماء أن يجعلوا للسنة التأمل والتفكر بلام أو يوكو عادد للان زانان هاتوا كوابوس سنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم تيان داناوا التأمل ليوردبونوا والتفكر بيركدنوا بلان بو قرآن تيان داناوا ويجعل للقرآن الكريم التدبر بلان بو قرآن بيرتيان داناوا تدبر ترامان. المبحث الثالث باسي السيم واضع علم التدبر دانري زانسي التدبر شيء. المقصود بهذا المبحث هو بيان المبتدئ بوضع علم التدبر ما بس لم مبحثا رون كردنوي مبتدئ يعني وكسي كدس بيدكا يعني دطواني بلن سرتاي بو واضع دانري علم التدبر شيء. والحديث عن هذا المبحث قسكردن لسر أنباسا من بابين لدو درقا لدو رقا باسي لودكين يكميان وجود هذه الأصول في التدبر أو أصول كالة سبارد التدبر باز ذكره هي يعني موجودة دوما إفراد هذا الفن في التصنيف باز لودكين إفراد كردن يعني أو فن أم هنري زانستي تدبر تون تصنيف كراوة تون يعني بتنيان سراوة توا. المطلب الأول وجود هذه الأصول مطلبي يكم باز لا بوني أو أصلان دكين أم بنسلان دكين أصول التدبر وقواعده
من سینەکانی تەدەببوڕ و بناغەکانی بەڕێزان چییە؟ دەفەرمی علم قدیم، زانستێکی کۆنا بەدە مع نزول القرآن الكريم، لەگەڵ هاتنە خوارەوەی قورآانی پیرۆز ئەم زانستە وجودی هەیە، بوونی هەیە، لەبەرەوەی کە یەکەم وشە ئیقڕاکە دابەزیوە هەر ئەوە نێت تۆ بەس خوێندنەوەکەی تیلاوەکە بێت، نە بخوێنەوە، یعنی دەبیت تۆ و ئێمە ئومەی قراءەتین دەبی بخوێنینەوە. فقط أمر الله سبحانه به، پەروەردگار فەرمانی پێ کردووە کەوا چ بکەین؟ تەدەببوڕ بکەین. وأثنى على من تدبر كتابه، وەستایشی ئەو کەسەی کردووە کەوا تێڕامان دەکا لە کتابەکەی کە قورئانە. خوای گەورە لە سوورەی زمر لە ئاەتی 23 دەفەرمی الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، پەروەردگار باشترین چاکترین گفتاری دابەزاندووە حەدیث کە قورئانە، کتابێکە متشابها مثانیە، جا قورئانێکە کە ئاەتەکانی لە یەکچووی دووبات کردوتەوە. دەفەرمێت تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، سیرکەن ئەلێرا تەدەببوڕەکە بە دەردەکەوێتن. ئەوانەی کە لە خوددا دەترسن يخشون ربهم، جلود پیستیان چ لێ دێ بەڕێزان؟ دەزووی پیادێتن، یعنی دەزوێک بەناو جەسەدیاندا دەڕواتن، بەناو لاشەیاندا دەڕوا، چێن؟ ئەوانەی کە لە خوا دەترسێن. ثم تلين جلودهم وقلوبهم، پاشان کاریگەری ئەم تەدەببوڕە چ لە لاشەیان دەکات، چ لە جەسەدیان دەکات، لە جلدیان دەکاتن، تەلین نەرمی دەکاتن. کەواتە قورئان وایە کەسێک گە تەدەببوڕی کرد نەرمونیانی دەکات. تلين جلودهم وقلوبهم، وەدڵەکانیشان بۆ چ نەرمی دەکات؟ إلى ذكر الله، بۆ یادی پەروەردگار. ئینجا ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ئەوەش چیە بەڕێزان؟ ئەوە هودای خوددایە، ڕێنمونی کردنی خوددایە، ڕێنیشاندەری خوددایە. يهدي به من يشاء، پەروەردگار ئەو کەسەی بێوێ ڕێنیشانی پێدەداتن. ومن يضلل الله، هەر کەسێک ئەگەر پەروەردگار گومڕایی بکە فما له من هاد، چێ هەیە هیدایەتی بدا، چێ هەیە دەستی بگری و بیهێنێتە سەر ڕێگای ڕاست. وهروەها لە سوورەی مائیدە لە ئاەتی 83 باس ئەوانە دەکاتن ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، لرا أو آتباسي أوانة دكام دفرموا الذين دفرموا وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، لا كتايتك دفرموا ذلك بأن منهم قصيصين ورهبان، أو قصيصين ورهبانانا كاتك جان لدبيتن لوي كدابزي وسر بيغمبر صلى الله عليه وسلم بزاني كاريجري قرآن سونا دفرمي ترى أعينهم تفيض من الدمع، ساوا كان آوي لدي تخوار، يعني فرميسك دي تخواروا مما عرفوا من الحق، هو كاركتيا لويك زانيويانا لحق لكلامي خداي پروردگار هي إنزا بوش راناوسن يقولون ربنا ضلن پروردگار من آمنا باورمان هنا فاكتبنا مع الشاهدين، دائماش بنوسا لقرأ أو كساني كوا شاهديان داوا بحق كوا خدا تاكو تنيا ومحمدش بيغمبري خدا وأم كتابش كوا كلامي پروردگارا. هروها لسوري مريم لآياتي بنزا وهجد فرمي وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن، أجر آياتي پروردگار الرحمن بسردا بخويني توا خروا سجدا وبكيا، دسنا خواري وسجدا بن ودشگريين سير كان أوش كاريجري تدبر لسر أو كساني كوا قرآن دخوين نوا. وهروها لسوري الإسراء لآياتي 107 وكو 109 خواهي جورد فرمي إن الذين أوتوا الكتاب من قبلهم، أوانيك أوتوا العلم ببورن أو كسانيك علميا بيدراوا من قبله لا بيش أم آينا إذا يتلى عليهم أجر بسريان دا بخوين دريتوا يخرون للأذقان سجدا. أذقان بذقن الزمان عربي يعني بتسنجد قدرتن، يعني برو درون بسر الزوي سجدا بن بو پروردگار. ويقولون سبحان ربنا، دفع من باكو منزهي بوشي بو پروردگار من إن كان وعد ربنا لمفعولا، كوا وعد كاني پروردگار همو كاتيك زيد بيتن. إن زاد فرمي ويخرون للأذقان، سيدا كان أوانا ديسان رو دموتساو دسن يبكون دقريين
ويزيدهم خشوعا أوش كاريجري ملكتبون ترسانيا لدل دابو پروردگار زياد دكاتن كواتا أوانا أقر بيو سيديان كان وهموتيا كاريجري تدبرا بويدا فرمي وهذا التأثر مع قشعريرة الجلود يعني وكاريجري كي لقل جلد يعني بيست لرزينا يعني بداهاتني دزوبنا ويا وفيض الدموع هاتنا خواروي فرميسكي شي زور والسجود سجد بردن والبكاء قريان وزيادة الخشوع وخشوع بني شي زياد هوهر هموي تبرزان كل هذا من آثار التدبر هموي أولا برهم كانوا كاريجري تدبرا نموني أمش برزان لا سنة بيغمبري خوا وهذه نماذج من تدبر النبي صلى الله عليه وسلم سنموني إلى تراماني بيغمبر صلى الله عليه وسلم بابين جيب قرين بزانين بيغمبري خوات سون سبارد بتدبر القرآن لو أناك نقل كراوة بيغمبري خوا كإمامي الترمذي وعبد الرزاق الصنعاني وغيري أوانج نقل يان كردوا حديث كألباني بصحيح داناوا دفرمي بيغمبري خوا فرموتي شيبتني هود وأخواتها سورة هود خوشككاني منيان بير كرد سريان سبي كردم كمان أخواتها سورة الواقعة سورة القيامة المرسلات إذا الشمس كورت وإذا السماء انشقت وإذا السماء انفطرت سيدي كان أو سورتانا كبأز قيامتك باز لمشاهد كانوا حالة كان رجي قيامتك دفرمي بيغمبري خوانا منيان بير كرد سريان سبي كردم بو بير بو برزان ديارك كوا بيغمبري خوا تدبري لم سورتانا كردوا ولم سورتانا جزياتر باز لرجي قيامتك هروها دوم نمونا عائشة دايتش إيمان داران رضاي خواي لبي قالت فرموتي قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة يكشو خريجي آياتك ويكشو خريج آيات بإساكا لنمونيسيم آياتك باز دكين ونمونيسيم وقام صلى الله عليه وسلم ليلة بقوله تعالى أو بهمان شد صحابي بريز بمان دجرتو أم فرمودش كإمامي النسائي وابن ماجه وإمامي أحمد وغيري أوانش كنقل يعني كردوان كدفرميتن بيغمبري خوا يكشو خريكي خوينوي أم آيات أبوا أو آياتش تيا برزان سطو هجدي سوري المائدة دفرمي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم أو قصي سيدنا عيسى سلامي خواي ليبيتن دفرمي أي پروردگار إن تعذبهم فإنهم عبادك أجر تو أزاريان بدي عذابيان بدي سزان بدي أوانا بندي تون كسي تريانيا وإن تغفر لهم أدقر ليان خوش بي فإنك أنت العزيز تقضى صلاتته تو بعزتي الحكيم داناي بويا دفرمي يرددها حتى أصبح حر أوآتي دقوتو تابعني دهات يركع بها ويسجد بها هر داي خوين دو لركوع لسجد ابو بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم سيري كان شويك بدرجاي شو خير يعني خوين نوي تنها يك آيات نمونيت سارم لا تدبر بيغمبر صلى الله عليه وسلم وتلا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم إبراهيم عليه السلام قلت يا ربي پروردگارا إنهن أضللن كثيرا أو بتانا أو مشركانا زور لخلشيان قمرا كرت فمن تبعني هر كسيك بدواي منا بكوي باور بمن بيني فإنه مني أولا منا ومن عصاني أدي أو كسيك كسر بيتيم كباورم بينيني فإنك غفور رحيم پروردگارا تو زور لي خوشبوي زور ببزي وقوله تعالى عن عيسى وهروها أم آياتي تازخين ما نوال سوري مائدة سطو هجدا كفرموتي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم بويد فرمي فرفع يديه بيغمبري خوا هر دستكاني برز كردوا وقال اللهم أمتي سير كان برزان عيسى عليه السلام فرمي إن تعذبهم فإنهم عبادك أجر سزايم بدي
إبراهيم عليه السلام تي فرموي فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور. بلان بيغمبري خوا نخير هرد فرمي اللهم أمتي أمتي، يعني بعض نفسي خوي ناكاتن، نفسي خوي ناوي لمر مشهد ناخوشا، بعض لسدكات بعض لأمتي خوي دكات. بو زور جرينجا بريزان إما هول بدين هر همومان كسيك بين أمتي أو بيغمبر بين صلى الله عليه وسلم تاوكو أوج درجة قامت بتواني يدفع من اللي بكاتن. بو زور جرينجا أمره هر همومان حول دين شوين كوتوي سنة كاني بيغمبر بين صلى الله عليه وسلم. بو كاتيك أم آياتاني دخوين دو أم دعاي دكرد وبكى بيغمبري خواه دستي بقريان كرد. فقال الله يا جبريل پروردگار من عز وجل فرمي أي جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، برو بولاي محمد وپروردگار شارزات را فسأله ما يبكيك، بسياري اللي بك بودا قرية أي محمد. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، جبريل عليه السلام سؤاله بسياري اللي كرد فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال. بيغمبري خوا زوابي دعوة وهو أعلم كپروردگار بهموشتك شارزات را. فقال الله لولاما پروردگار فرموي يا جبريل أي جبريل عليه السلام اذهب إلى محمد فقل بيبله إنا سنرضيك في أمتك، إما رازدك إن سبارت بأمتك، يعني توتسن شفاعتها ببكي توتسن داوان ببكي إما تاءت رازد بإما بقسيتو، يعني لسر قسيتو لأن خوش دبينو داخلي بهشتان دكين. أوج موافقة لبو آياتي سورة الضحى ولسوف يعطيك ربك فترضى. پروردگار أو من دد بيددا أو من دد ري بيددا شفاعت بأمتك بكي توكوت رازي دبي. إنزا ولا نسوءك اشتقناكين كواتو بيد ناخوش بيتن. بو پیغمبري خوا يعني كاتك كسيشي دديد وفاتي دكرد اگر به ایمان بمرد با او کسیه دەیفرموو کەسێکمان لە دەست ڕۆیشت نەمانتانی هیدایەتی بدەین بەرەو بەهشتی ببین. ئەوە ئەخلاق و سنەتی پێغەمبەری خوایە صلی الله عليه وسلم. نمونەی پێنجەم بەڕێزان لە تەدەبوری پێغەمبەری خوا وقرأ عليه صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود، عبد الله كري مسعود أم آياتي بسر دخوين دوان لسورة نساء قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. شون دبيتن لو روجي جئنا من كل أمة لهر أمتك شهيدك ما هنا كسك ما كشاهديان بسر دابداتن وجئنا بك على هؤلاء شهيدا أي محمد مش تو دينين لسر أو بيغمبراناتي شاهدي بو برزان أم آياتان دبيت بلغل سر أوي كوا بيغمبر هي يعني چەندان ساڵ دعوەی قەومەکەی خۆی کردووە کەسێک دوو کەس باوەڕی پێهیناوە هەیە کەس باوەڕی پێ نەیناوە. باشە لە ڕۆژی قیامەت کاتی خوای گەورە کە پرسیاریان لێ دەکا دەفەرمێت تۆ دعوەی خۆت کردووە خۆی پەروەردگار ئاگادارە دەڵێ بەڵێ دەرێ کوا شاهێدت ئێسێر دەکا کەس باوەڕی پێ نەیناوە دەفەرمێ ئومەتی محەممەد صلی الله عليه وسلم شاهدن کەواتە ئەوەش گەورەی فەضلێکە بۆ ئەو ئومەتە. بۆیە دەفەرمێ ئیبن مسعود ڕزای خوایان لەبێ فالتفت إليه سيرم كرد فإذا سيري بيغمبرم كرد صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان سيرم كرد لتساوى كاني فرميسك دها تخواروا. نمونيش شملة تدبري بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم وسأل سعد بن هشام عائشة رضي الله عنها. سعد كري هشام بسياري لعائشة دايتش إيمان داران كرزاي خواه لبيا أم المؤمنين أي دايتش إيمان داران أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بحوالي سكوت خلق بيغمبري خوام بيبلي. قالت ألست تقرأ القرآن آية القرآن ناخويني قلت بلى فرمون بلى. قالت فإن خلق نبي الله كان القرآن أخلاقي بيغمبر صلى الله عليه وسلم قرآن يعني التوكاتك قرآن دخويني بزانا وأخلاقي بيغمبر صلى الله عليه وسلم. ونموني حوتم للتدبر بيغمبر إخوة إمام الشافعي بل قال الشافعي رحمه الله إمام الشافعي رحمة إخوة ليبين كل ما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. همو أوي كبيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم حكمي بيكتوا همو تيجيش نكيتي للقرآن يعني التدبر كيتي للقرآن. وهناك أقوال وإشارات وتنبيهات من الصحابة على بعض القواعد والأصول وتندان قول من هي تندان أماج من هي تندان أقدار كرنو من هي لصحابي بريز
لسر بوني أو قاعدان أو من سنان أو أصلانا، كما سيأتي في قصة ابن عباس مع الحرورية. هروكو لو قصة كدوات الإشارة باس دكين لقى الحرورية كان كطائفة من الخوارج كان كتسو قصة لقى الكردنو زياتر لهزار كسي توبيان كردو قران وابولاي بيشوا علي سلام رزاي خوايلي به بويا. ويقول ابن عباس رضي الله عنه أيضا، ابن عباس رزاي خوايلي بالضلال: لئن أقرأ في ليلة سورة أتدبرها، دفرمي من باشترى كالشويكا يكسر دخينم بلام بتدبر بتيرامان، وأفكر فيها تي بير بموا بير لي بكموا، أحب إلي من أن أقرأ القرآن. بين باشتر لو هم قرآن بخينم، يعني آية تو شويك قرآن هموي بخيني كشش 1200 قصور آياتا، وهموش هذا زان بوهر بيتك لقرآن يك بيت سان دخيري هي دخيري هي آية قرآني ختم بكي بس ببيت تدبر باشتر اللوي يكسر الدخيني بتدبر. لاي عبد الله يكوري عباس رزاي خيالي بي دل النخر يكسرتك لاي من باشتره بيم خوشتر يكسر الدخيني بتدبر نكهموا قرآن ختم كمل الشويكا. وكان الصحابة رضي الله عنهم من شدة اعتنائهم بالفهم والتدبر، وصحابي بريس كزور يعني جرينجان باتيجيشتن باتيرامان، إذا تعلم الواحد منهم 10 آيات أجل يقلوانا دآتي بخوين بايا لم يجاوزهن أو دآتي تين دبران حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، تاوكو هولي دابزاني ما نيتشيا وكارشي بيكر با يعني بس زانينا عمل بيكردن. هروكو كما روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه كأولى عبد الله كريم مسعود نقل كراوة. وكان أبو طلحة رضي الله عنه، أبو طلحة رزاي خوالي بي أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، لهمان دولة من تربو سبارت بهبوني خرما دار خرما قلق زوربو. وكان أحب أمواله إليه بيروحاء، ولهمو أو دار خرمانج لا يخوشوي سرسبو أو نعبوك بيروحاي بيدا قترا. وكانت أو بستانيوي أو باختسيوي كدار خرماي تدابو مستقبل المسجد لا برامبر مسجد بيغمبر إخوابه صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. بيغمبر إخواه كلام مسجد دهات درجتنا أو باختسي أبو طلحي لو أو خرماي حزل بعد إخوار أو يجتدابو أو كي زور بيخوش بولي دخوار. قال أنس دجرتها فلما أنزلت هذه الآية كم آيات السورة آل عمران نوتدو دابزين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. والناقن بدرجة بر تاوكو نبخشن لويك خوش تاندويتن وما تنفقوا من شيء هرشتك ببخشن فإن الله به عليم. پروردگار هر آگاي بي بهموشتك. بو قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو طلحة ولا بيغمبر إخوة، فقال يا رسول الله فرمي أي بيغمبر إخوة إن الله تبارك وتعالى يقول پروردگار ما انضلي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ناقن بدرجة نمري بر تاوكو نبخشن أويك خوشتان دوي. وإن أحب أموالي إلي بيروحا، وخوشترين مال خوشويسين مال لايمن أو بستانيك دار خرماي بيروحاء تدا. وإنها صدقة الله أو بخشيم لبين صدقة لله أو بخشيم بو خدا لبين أيخوا أرجو برها وذخرها تكاكارم كبقم بودر زي برا وببي بذخيريك عند الله لا يبروردقار. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، برو بي بخشت سيرة دكي أي بيغمبري خوا هروك تون خواي قوردي هوي. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح. بخ يعني بو مجدداني شي خوش بو كسي قرشتي شي ساشي كرد بيتن تفهمي او مالي شي قلق زورا قازان شي قلق قوريا. ذلك مال رابح او مالي شي زور بسود بقازان يعني تو قازان شي قلق زور تكردوا لدواي. وقد سمعت ما قلت وجيش من اللي وكا فرموتا وإني أرى أن تجعلها في الأقربين كوبتسم لسر خزمو كسوكارا كانم سيلي كم دابشكم. فقال أبو طلحة فرمي أفعل يا رسول الله أويكتو فرمانك وادكم. فقسمها أبو طلحة على أقاربه وبني عمه. هسه لنوان خزم كانيو كرما مكاني سودا بشيكرد
نمونيش لسر تابعين كان. وفي التابعين أيضا قال مطرف بن عبد الله، مطرف يكون عبد الله دجرتوا دفرمي إني لا أستلقي من الليل على فراشي فأتدبر القرآن، وشولة الفراش كي خوم دفرمي فأتدبر القرآن ترامان دكم القرآن، وأعرض عملي على عمل أهل الجنة، سيري كردا وكاني خوم دكم، سيري كردا وكاني أهل بهج دكم، فإذا أعمالهم الشديدة سير دكم كردا وكاني وانزور يعني قرص وقرانا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هركس قربي بيت أهلي بهجت دبي سبكن زورك للشوت سبكن حربس نوا شو خونيب كان بعبادتها بصلاة الليل بقراءة قرآن بذكر. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، هروها كاتك باز لعباد الرحمن دكات أواني كشوت دكان الشو نخوني دكان بسوز دبردن بنو يشكردن بسونو يشكردن وقياما هستانوا. وعلى سورة الزمر الآية دفرمي أمن هو قانت آناء الليل ساجدا، آية أو كسيكا شوي هردستوا بسوز دبردن بعبادة كردن نويش وقائمة وهستانوا، يعني هر أوانية بس شون يجبكات النسوس دبا بلكو هردسيت خريج القرآن خويندن خريج أذكار كان يحضر آخرة تترسل روجي دواي ويرجو رحمة ربه ورجاء وبروردگار رحمي بيبكاتن. بو دفرمي مطرف دفرمي فلا أراني فيهم، يعني من نابين الناو أوان بم فأعرض نفسي على هذه الآية كاتك نفسي خمس سيري آياتكم ما سلككم في سقر، شو عليه كردنك إيه بس ناو سقر كشوينك لناو آجر خواب ما بارزي. فأرى القوم مكذبين سير دكم أو قومة سنة يعني بيغمبر إخوان بدروخ استوى كذا فرمي وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. وأمر بهذه الآية بس لما يتدادرون مديخين موا لسورة توبة ستدو وآخرون اعترفوا بذنوبهم أو كسانيك يعني دانيا بقناها كانيا داناوا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا كردويت ساچان دقا كردوي خراب تيكال كردوا عسى الله أن يتوب عليهم تكاكارم كبروردگار توبة من ليور بقري إن الله غفور رحيم وبروردگارج لي خوش بوبا بزيا. فأرجو أن أكون أنا وأنتم يا إخوتاه منهم تكاكارم كمنو تو إبران كلوان نبين بويا سبارت بانوسين شي برزان مع بداية عصر التدوين لعصر التدوين كان لسنتي قرن دوم دس بدكا دومي هجرين كانت هذه الأصول القواعد مبثوثة في كتب أهل العلم برشو بلابو لنا كتب أهل العلم ولا سيما كتب التفسير وعلوم القرآن وبتايبتنا كتب تفسير وعلوم القرآن. فقد كان علم التدبر جزء من التفسير هو علمي تدبر جزء ولا تفسيره لأنه أودد تراوا. المطلب الثاني إفراده بالتأليف تواتر حسن زانان يعني وكو التأليف السربخو يعني علمي تدبر بنوسرته السربخو. من أقدم من وجدته استخدم هذا المصطلح هو إنه ابن برجان لا هميان كونتر كوامن ديتيت مؤلف واضله كمصطلحي التدبر بكاره نابتن يعني تدبر القرآن بكاره نامي إنه برجانا كلصالي 536 ديارة أو كسوفاتي كردوان لكتابي هي بتايبة من سبارت بالتدبر ناو نشانكي تنبيه الأفهام إلى تدبر القرآن والتعرف على الآيات والأنباء العظام. فهم كان تيجيشنا كان أقدر بكريتو بو ترامان لكتاب خدا وتعرف خونا ساندن يعني ساندني آيات كانوا وهوالا قرينجا كان كلنا القرآن دهيا. وكتاب هذا كتاب تفسير لم يكتمل ديار وكتاب كي تفسير بلام طاوي نكردوا وأكثر كلامه في بلام زوري نيقص كان لنا وأم كتابي على طريقة أرباب الأحوال والمقامات زياتر لسر طريقة أرباب أحوالك وزياتر أهل التصوف أو أنا مشهور بمشتانا بو يدفرمي وفي وقتنا الحاضر لسردمي استاشمان لقي التدبر اعتناء لا بأس به مقارنة بالعصور السابقة. لسردمي خومان إسعاق سيري كان زانان زور خلق جرينجان بمزانس الدعوة ولا بأس به يعني كمية زورة وش أجر مقارنة بكين بعصوري بسردماني كوندا سواء على مستوى التأليف داوكو نسين
أو تدريس خوێندنەوە و تدريس دراسەتی لەسەر بکرێ ئەم المؤتمرات کۆنگرەکان ملتەقەیات پێگەیشتوەکان ئەم ئینشاء مؤسسات يعني دەبینی چەند دەستگایەک دروست کراوە بۆ تدبرات وإن كان ما زال قليلا أجرتي كمشا في حق هذه القضية الكبرى لم قضية كبرى وإليك هذه المؤلفات التي وقفت عليها أو سن كتابك دي باس دكاتن كوا أو ديتيت يواو باسي كردون وقد رتبتها هجائيا بفي حروف هجائي باس دكا بو مجبر زان بس نا وكيونا مؤلفة كي دخويني نوا وكتابكش موجودة ايوي بريز دوان دواتر سيري بكن يكم يعني إتحاف القارئ بوسائل التدبر لكلام البارئ إيشيا يا عبد الرحمن الدهامية دوم يعني إضاءات حول تدبر القرآن دكتور عبد الله بصفرة سيميا أفلا يتدبرون القرآن حسن عز الدين سؤال من انشراح الصدور في تدبر سورة النور بروفيسور دكتور سليمان اللاحمة بينزميا بدائع المعاني آيات الصيام تدبر وتحليل دكتور عبد المحسن بن عبد العزيز العسكري ششميا تحريك الجنان لتدبر وتوقير أم القرآن دكتور عصام العويدة حوتميا تدبر القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق دكتورة رقية طه العلواني هشتميا تدبر القرآن الكريم مفهومه أساليبه أسبابه آثاره دكتور فهد الوهبي أو بحثك منشورة لمجلة دراسات قرآني نويميا تدبر القرآن لسليمان بن عمر السنيدي أوش كملخص كتابه شي برن دواي تلخيصي دكات لكتابه شي كتير هروها دايما تدبر القرآن الشيخ صالح بن فوزان الفوزانة ينظم تدبر القرآن تحرير وتأصيل أوش بحوثك كملتقاية كاملة تدبر القرآن لوديارة بيشكش كراوا دوازدم التدبر حقيقته علاقته بمصطلحات التأويل والاستنباط والفهم والتفسير أو الدراسة بلاغية تحليلية على آيات من الذكر الحكيم دكتور عبد الله عبد الغني صرحان سيزدم تدبر سورة الفرقان عبد الرحمن الميدان سواردم تدبر سورة الكهف دكتور رقية العلواني وكتابة شتري شهبو بازدم تدبر القرآن أمين أحسن إصلاحي وبلغي أورد كباكستانيا شازدميان التدبر والبيان في تفسير القرآن بصحيح السنن شيخ محمد المغراوي حفدميان تعلم القرآن الكريم وتعليمه وتدبره أحمد حسين عبد الكريم هجدميان تعليم تدبر القرآن الكريم دكتور هاشم الأهدل نوزدميان 30 مجلسا في التدبر مجموعة مشايخ ديارة بيشكشيان كردوا بيستميان حتى نتدبر منهاج الله دكتور عدنان علي النحوي بستوياك الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين الدكتور سليمان اللاحم بستدو الحياة من جديد دعوة لتدبر القرآن دكتور أسامة الرويشد بستوياك الخارطة الذهنية للقرآن الكريم سورة البقرة أنموذجا الطريق الأسهل لتدبر والحفظ معا دكتور إبراهيم بن عبد الله الدويش بستسار دعوة إلى تدبر القرآن الكريم كيف ولماذا لمختار شاكر كمال بالسوبينز ربح الأيام العمري في تدبر سورة العصر دكتور سليمان اللاحيم بستشش ضوابط أصولية في تدبر القرآن يوسف أحمد البدوي بستحوت الصوارف عن فهم وتدبر القرآن الكريم أبو العالية بستهجت فن تدبر القرآن للشيخ الدكتور عصام العويد بستنو في رحاب تدبر القرآن الكريم مختار شاكر كمال سيميا قبسات من الكتاب والسنة تدبر وظلال عدنان علي رضا النحوي بسويك قواعد التدبر الأمثل للقرآن الكريم الشيخ عبد الرحمن العبنك الميداني سيدو كيف نتدبر القرآن فواز زمرلي سيبسي كيف ننتفع بالقرآن الكريم خطوة نحو تدبر الأمثل دكتور أحمد البراء الأميري سيوتال ليتدبروا آياته حلقات برنامج ليتدبروا آياتهم دكتور ناصر العمر سيوبينز ليتدبروا آياته حصاد عام من التدبر وجدار السلسلة كلا عالمي التدبر درسها سيوشش مبحث جليل على آيات من التنزيل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها الشيخ محمد أمين بن محمد مختار الشنقيطي سيحافظ المدخل إلى الدراسات القرآنية مبادئ تدبر القرآن وانتفاع به لأبي حسن الندوي سيهج معارج التفكر ومعالم التدبر
عبد الرحمن العبنكة. سينو المعين على تدبر الكتاب المبين لمجد مكي. سلميا من أجل تدبر القرآن سليمان السنيدي. سلوياق مفاتيح تدبر القرآن والنجاح في الحياة خالد اللاحم. سلودو مفهوم التدبر تحرير وتأصيل بهمان شديارة وشسن بحثيك وتقديم كراوة. سلوسي مفهوم التدبر في ضوء الدراسات التحليل لآياته في القرآن دكتور محمد بن الزيلعي هندي. سلوتسار فن التدبر القرآن الكريم الشيخ دكتور عصام العويد. سلو بينز مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر دكتور مساعد الطيار. سلو سش مناهج معاصرة للتدبر نايف الزهراني. سلو حوت منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في تدبر القرآن لمحمد آل عابد. تسلو هجت منهج تدبر القرآن الكريم دكتور حكمة بن بشير ياسين. تسلو نو نفائس التدبر جمال إبراهيم القرشي. دفرميت وهذا ما وجدته من الكتب المطبوعة ديارة أو تسلو نو كتابي كتازة باسمان كرد كوكو طبع يعني مطبوع بيونسرا لبردس بيتن التي حوت عناوين على لفظ يعني كلفظ تدبوري تدابي وقد يكون فاتني بعضها دري احتمال هنديش من ندو زيبتها. وبعد الانتهاء من تأليف الكتاب تاوكو نسرك أو تأليف كتابك الجيش كوتايك. وفي المراجعات الأخيرة له كاتك مراجعات كوتاي ذكر طبع كتابان مهمان دو كتابي ترج ديار الطبع كران لدواي أوا. أولهما في التنظير لعلم التدبر كم يعني باز التنظير علم التدبر دكا دوميشان باز التطبيق يعني كم يعني لاني دراسة كدوميان لاني نظرية كدوميان لاني تطبيق يكيا. كتابي بنزاو يك بنزا تدبر القرآن الكريم كورسالة ماجستيرا الشيخ عبد اللطيف التويجري. وبنزاو يك القرآن تدبر وعمل أوجه لإعداد مركز المناهج لركوتاي بيدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.